حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بالإعدام وألزمته المصاريف الجنائية. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب لعلكم تتقون. 8 أيام بس كانت كفيلة إن ينزل الستار على قضية هزت مصر كلها. لا، مصر إيه؟ الوطن العربي كله كان بيتكلم عن نيرة ومحمد، أو مجنون نيرة زي ما بيقولوا. 8 أيام بس كانت كفيلة إن محمد يتحول للنيابة ثم المحكمة ثم يحضر الجلسة الأولى ويتحدث بطلاقة خالص براحته، والقاضي يجيب له مية ساقعة وكرسي ويقعد يتكلم، والجلسة الثانية القاضي يحكم بتحويل أوراق محمد لفضيلة المفتي الجمهورية، يعني بالإعدام شنقا. نزلت الستارة على القضية هزت مصر كلها حرفيا. بس بقى عايزين نقول كلمتين، وهم كلمتين أعتقد الحق. بصوا يا جماعة، المجتمع منهار، الناس تحس إنها في غفلة، كل اللي عايز يعمل حاجة بيعملها. قربوا لأولادكم، حبوهم، كلموهم. والله كل اللي حصل ده قلة دين وقلة تربية. ممكن يكون انت فعلا يكون اهلك ربوك كويس قوي ودفعوا فيهم، يعني دفعوا فيك دم قلبك، وانت تيجي بعقلك الشاذ تحط اهلك في موقف زي اللي محمد حطه فيه ده. تاني نقطة بقى، الناس اللي بتسخر من محمد والناس اللي بتهاجم نيرة وبتقول عليها ما كانتش كويسة، ده كانت بشعرها كانت. عايز اقول لك نقطة واحدة بس، ما تسخرش من مبتلى فتختبر مثله. يعني تقعد تتريق عليه شايف الغبي قتل، شوف الغبية كانت لابسة، لا فتوضع مثله. بالعكس، انت تقول الحمد لله ان ربنا سترك لغايه دلوقتي، وتقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. احمد ربنا انك لقيت حد يطبطب عليك ويحن عليك وكويس ويفهمك الصح من الغلط. احمد ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى ضاعف شيطانك، يخليك ما بتفكرش او ما بتبتلاش زي ما محمد فكر وقتل نيرة. احمد ربنا انك لسه قادر تذكر ربنا، ولو حد جه على قلبك او على كرامتك ما بتفكرش مثلا فكره ان انت تروح تقتله او يعني تغضب ربنا غضب اكتر من اللي انت فيه. لو بصيت على محمد فالموضوع مش الهزار خالص، ولا ان انت تتعاطف معاه او ضده، لا. بص، سبحان مبدل الاحوال، من واحد متفوق وبيشهد ليك كل ان هو كان متفوق في الجامعه ومن احسن الشخصيات في الجامعه، لواحد النهارده منبوذ من مجتمع كامل مستني وفرح النهارده باعدامه. في ناس اتعاطفت معاه، بس في ناس كتير فرحت ان محمد خد اعدام. في الاخر ادعوا ربنا يرحمه برحمته ويرحم نيرة برحمته، وان يديم عليكم ستره ونعمه كثيره. اسالوا ربنا السلامه وان يكفيكم شر فواجع الاقدار، وافتكروا دايما كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. اخيرا، الله يرحمك يا محمد، والله يرحمك يا نيرة. هتمشوا وهتسيبوا الوجع لاهاليكم. هسيبكم على الحكم بقى واللقاءات اللي حصلت معاكم. سلام. يا محسوب على الإنسان، جئت ما لم يأته الوحش والطير والحيوان، فبقلب قد من حديد فكرت وقدرت وسعيت وتدبرت وذبحت. ما الذي كان يجري في عروقك؟ لو كان دما لما ذبحت. ألم تفقد بعدها صوابك؟ كلا، لأن الإنسان مات في ذاتك. توجه المحكمة بمناسبة هذه القضية رسالة: أبناؤكم أمانة، هبة ربانية ونعمة عظيمة، أعملوا فيهم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. واحذروا قوله: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ونعود إلى المتهم. إن المحكمة وهي بصدد المداولة لم تجد لك من سبيل للرأفة ولا متسعا للرحمة، فمن لم يرحم الناس لا يرحمه القانون الرادع الزاجر. ومن هنا كان إجماع آراء أعضاء المحكمة على وجوب القصاص، فقد يكون في موتك بهذا القضاء عظة للناس خير من حياتك. لذلك، وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية والمداولة قانونا، وامتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بالإعدام وألزمته المصاريف الجنائية.
الحمد لله صار حقيقالك يا ليلى حقيقالك الناس اللي سلموا سمعتك حقيقالك الحمد لله كل الناس شافت الحمد لله تقولي دلوقتي الحمد لله تقولي ايه بعد الحكم بحاله اوراق المتهم للمفتي؟ اقول الحمد لله، الف حمد وشكر لك يا رب، الف حمد وشكر لك. ربنا جاب حق بنتي، ربنا جاب حق بنتي الحمد لله. انا يعني عايزه اشكر السيس واشكر القاضي واشكر المستشار ووكيل النيابه، وكيل النيابه بالذات، وكيل النيابه اشكره جدا جدا، اشكره جدا. جاب لي حق بنتي، جاب لي حق بنتي الحمد لله، الحمد لله. زمايل نيرة طبعا الف مبروك النهارده الحكم، طبعا الله يرحمه مفيش حاجه تعوضها، لكن الحكم طبعا الرصاص العادل. يعني اعزائي متابعي موقع المصري اليوم لا ولا اي حاجه، بقول الحمد لله والله الحمد لله. هرجع النهارده الحمد لله. هتاخد عزاء ان شاء الله يوم الحكم، يوم الحكم ان شاء الله. النهارده قرابه حياتها المفتي، يعني الحمد لله ربنا رد لها كرامتها ان شاء الله. الحمد لله ربنا رد لها كرامتها ويرمي انها محترمه وكويسه. قول ايه للهيئه المحكمه الموقره ربنا يبارك فيهم؟ قول للقضاء المصري كله كتر خيركم كتر خيركم. تقول ايه النهارده؟ الحمد لله قضاء مصر العادل، الحمد لله الحمد لله. حاتم الف مبروك الحمد لله طبعا الحمد لله الحمد لله طبعا الحكم ده اسعد مش اهل اللجنه عليها بس، اسعد الشعب المصري بل الوطن العربي كله، وده الحق وحق ربنا هو القصاص. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الف مبروك. كلكم وقفتوا النهارده مع نيره وربنا يجازيكم. طبعا ده واجب علينا وواجب علينا، احنا مهنتنا رساله اصلا والحمد لله ربنا وفقنا وده كان المتوقع. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تقولي ايه النهارده في الحكم؟ الحمد لله، حسبي الله ونعم الوكيل. حاسين بحق نيره رجع؟ حق نيره الحمد رجع؟ لله الحمد لله. زمايلها طبعا الكل فرحه كبيره، هنتابع معاكم مع الاسره القرار والفرحه تحت الحقيقه الناس كلها رحمه الله عليها. النهارده النيابه العامه يعني صقرت لنيره اشرف ووكيل المكتب الفني للنائب العام، يعني اللي حاضر بخصوص عشان يدلي بمرافعه النيابه العامه، اكد ان نيره لم تربطها اي سمه علاقه مع المتهم محمد عادل كما روج في اكاذيبه في الجلسه الاولى. المتهم قال انه كان بتربطه بيها علاقه حب وانها خدعته، وده مش صحيح. النيابه حسمت الامر النهارده وقالت ان ده اكاذيب واوهام عاش فيها المتهم ما بينه وما بين نفسه، وطالب المجني عليها انها تدفع ثمنها. الحقيقه رحمه الله عليها نيره اشرف النهارده فرحه كبيره جدا في الحكم بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم النهارده طبعا بكل مقاييس قضاء مصر قضاء شريف وقضاء عادل، وده حكم أثلج صدور كل المصريين، يعني بكل مقاييس احنا منطقيا ودينيا وإنسانيا مش هينفع ان احنا نرضى ان إنسانة تتنحر وتتذبح بنفس الطريقة البشعة دي. جزء مهم جدا جدا وزاوية مهمة ما حدش تطرق لها. أهالي المنصورة يا جماعة هم اللي واقفين النهارده من امبارح، واقفين قدام محكمة جنايات المنصورة في محيط المحكمة احنا الآن. احنا أهالي المنصورة اللي مش عاجبنا اللي حصل ولا عاجبنا القتل، عشان كل الناس المحافظات الثانيه عاقبت ان المنصوره وكله بقى خد المنصوره اللي هو تهكم، ولا واهالي المنصوره لا يا جماعه الناس دول من المحله ومن الغربيه. ايا كان المكان اللي هم منه ومن حقهم يعيشوا، يعني نيره تعيش في امان في اي مكان. اكيد طبعا اكيد انا بعقب بس على الناس اللي قالت المنصوره منصوره منصوره، ولكن بكل مقاييس انسانيا ولا دين ولا انسانيه ولا منطق ولا اخلاق بتقول اللي حصل ده ينفع او اللي حصل ده اي انسان يرضى عليه. فالنهارده بكل مقاييس حكم عادل من القضاء الشريف ومن منصه القضاء الشريفه، حكم عادل وارضى كل جميع المصريين. صحيح. ماشي يا باشا. انت بقى ايه رايك النهارده في الحكم؟ انا راضي بالحكم ده، اقسم بالله راضي بيه، لان انا عندي بنت في جامعه عين شمس، خدت بال حضرتك وما رضالهاش هذا الكلام. خفت عليها بعد الواقعه دي؟ خفت على مين؟ طبعا وبقيت اتصل عليها على طول اطمن عليه. لان هي في جامعه عين شمس قسم ألسن. امال ايه يا بنتي؟ دي بنت مصر يا بنت الحلال. ربنا يا رب